أهلا وسهلا بكم في قناتنا دويتشه ميت فيا الألمانية معنا أسهل. النهاردة هنتكلم عن المصطلحات السياسية باللغة الألمانية. يلا بينا نبدأ. دي ماخت وأوتوريتيت وهيرشافت، التلاتة بمعنى السلطة. Das Volk يعني الشعب. Der Bundespräsident يعني رئيس الدولة. Das Wählen يعني الانتخابات. دي بوليتيك يعني السياسة. دي Außenpolitik السياسة الخارجية. دي Europapolitik السياسة الأوروبية. دي Weltpolitik يعني السياسة العالمية. دي Nahostpolitik يعني سياسة الشرق الأوسط. دي Integration Politik يعني سياسة الاندماج. دي Botschaft يعني السفارة. Der Botschaftsrat يعني مستشار السفارة. دي Deutsche Botschaft السفارة الألمانية. دي Partei يعني حزب سياسي. Der Parteivorsitzende يعني رئيس الحزب. NPD يعني الحزب النازي. Das Wahlrecht يعني حق التصويت. Der Politiker يعني السياسي. Der Linkpartei يعني الحزب اليساري. Der Linksradikale يعني اليساري المتطرف. Der Links- und Rechtsextremismus يعني التطرف اليساري واليميني. دي SPD يعني الحزب الاشتراكي الديمقراطي. دي FDP يعني الحزب الديمقراطي الحر. دي KPD يعني الحزب الشيوعي في ألمانيا. Der Wahlkampf يعني الحملة الانتخابية. دي Mehrheit يعني الأغلبية. وdas Parteimitglied يعني عضو الحزب. Der Sprecher des deutschen Außenministeriums يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية. Der Regierungssprecher يعني المتحدث باسم الحكومة. Die Verfassung يعني الدستور. Das Ministerrat يعني مجلس الوزراء. Vorsitzender des Ministerrates يعني رئيس مجلس الوزراء. Der Regierungsbeschluss يعني القرار الوزاري. Die Ministerkonferenz يعني المؤتمر الوزراء. Das Präsidentsystem يعني النظام الرئاسي. ودير Bundestag يعني مجلس النواب. ودي كواليسيون يعني التحالف أو تحالف. Der Aufstand يعني انتفاضة أو أعمال شغب. Der Verbündete يعني الحليف. Das Rathaus يعني مبنى البلدية. Die Nationalhymne يعني النشيد الوطني. Die Landesregierung يعني حكومة البلد. Die Arme يعني الجيش. ودي Bundesländer يعني الولايات. Die Minderheit يعني الأقلية. Die Abstimmung يعني التصويت. مذكرة التفاهم يعني die Absichtserklärung. Die Verhandlung يعني مفاوضة. Der Koalitionsvertrag يعني اتفاقية التحالف. Die Union-Partei يعني أحزاب التحالف. Die Bemühungen يعني الجهود. Kampf und Dasein يعني الحرب من أجل البقاء. Die Aussagen يعني تصريحات. Der Bürgerkrieg يعني حرب أهلية. Die Oppositionsführer يعني زعيم المعارضة. Die Großmächte يعني الدول العظمى. Die Denkfreiheit يعني حرية الفكر. Die Ländergrenzen يعني الحدود الدولية. Die Flüchtlinge يعني اللاجئين. Flüchtlingsfrage يعني قضية اللاجئين. Die politische Situation يعني الوضع السياسي. Die Bundeskanzlerin يعني المستشارة الألمانية. Das Flüchtlingslager يعني مخيم اللاجئين. Die Flüchtlingsbewegung يعني نزوح اللاجئين. Europäischer Flüchtlingsfonds يعني صندوق اللاجئين. Politischer Aktivist يعني الناشط السياسي. Diplomatisches Korps يعني السلك السياسي. Die Bundesrepublik Deutschland يعني جمهورية ألمانيا الاتحادية. Die Opposition يعني المعارضة. Auf Wiedersehen ونشوفكم في الحلقة الجاية من قناتنا دويتشه ميت فيا.